بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد. سلام الأغلى وأجمل متتبعات على قلبي، إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية وانتم قاعدين تشاهدوا معايا في هذا الفيديو تاعنا اليوم اللي جيت نطلع لكم به ونشارك معكم فيه وصفة تقليدية، واللي هي وصفة تغريبية اللبلابي، واللي معظم المتتبعات طالبوني باش نشاركها معكم. اليوم راني جيت نشاركها معكم بكامل التفاصيل تاعها. اول حاجه يا حبوباتي نبداو على بركه الله في المقادير تاعنا. نحتاجو في الغريبيه تاعنا تاع اللبلابي كيلة تاع السمن اللي تكون بدرجه حراره المطبخ، رشه تاع الملح، كيلة ناقصه دو دوا تاع السكر الناعم، نضيفو لهم 3 ملاعق من الزيت العادي، كميه من الكاوكاو هكا باش نكهوها برك. الكاوكاو تاعكم حمصوه قشروه ورحيوه خشين وضيفوا كميه هكا منه معتبره باش تزيدوا لها النكهه. وكيلة من اللبلابي، بالنسبة اللي ما يعرفوش اللبلابي هو هذاك الحمص الرقيق، يحمصوه ويرحيوه، سما حاجة صحية كما تاكلوا الغريبية تاع اللبلابي تاعكم، عن بالكم باللي هذيك راهي صحية. واكيد راحين نجمعوا بالفارينة. بالنسبة للفارينة هي تاني راحين نحمصوها شوي، تدينا هذاك اللون الدوغي شوية، وتزيد لنا هذيك النكهة تاع الفارينة المحمصة في نص الغريبية تاع اللبلابي تاعنا، تزيد فيها النص. لهنا يا حبوباتي بالنسبة للبلابي تاعكم والسكر الناعم وتاني الفارينة لازمكم تغربلوهم من 2 مرات حتى ل3 مرات، كما متعودة دائما اني نقول لكم هكا، باش كيما تديروا الغريبيه تاعكم تاع اللبلابي تحصلوا على غريبيه اللي تكون ناجحه وما فيهاش هذوك الحبيبات. كما شاهدتوا معايا يا حبوباتي انا جبت البال تاعي وضعت الكميه تاعي تاع السمن اللي هي كيلة وكانت بدرجه حراره المطبخ، ضفت لها رشه تاع الملح، ضفت لها تاني السكر الناعم اللي هو كيلة ناقصه 2 صباع وكنت مغربلتهم، و3 ملاعق من الزيت العادي. خلطتهم بالباتور كما شاهدتوا معايا حتى نضاعف لي الخليط وتغير اللون تاعو من اللون الاصفر للون الابيض. زدت ضفت لها كميه من الكاوكاو اللي نكهتها بها، الكيلة تاعي تاع اللبلابي اللي كنت تاني مغربلتها، وبديت نجمع فيها بالفارينة. لهنا يا حبوباتي بالنسبة للفارينة راني نأكد لكم ونعاود لكم حمصوها شويه هكا باش تدي لكم هذاك اللون وتزيد لكم هذيك النكهه وتجيكم الغريبيه تاعكم تاع اللبلابي ما شاء الله. والحاجه الثانيه اللي نوصيكم عليها كما تكونوا قاعدين تضيفوا في الكميه تاعكم تاع الفرينه ضيفوا بكميات قليله حتى تحصلوا على القوام اللي راكم حابينه. لهنا لازمكم في القوام تتحصلوا على عجينه تاع الغريبيه اللي تكون طريه وفي نفس الوقت ما تكونش طريه بزاف هكا باش كيما تحطوها طيب لكم ما تطيحش في الفرن. لازمكم تقدروا تشكلوها وتكون بالقوام اللي قاعدين تشاهدوها معايا في الفيديو. كما شفتوا معايا انا بقيت نزيد لها في الفارينة حتى قدرت نشكل الكريات تاعي بلا ما يطيحوا لي وبلا ما يتغير لهم الشكل تاعهم. لهنا شكلت كامل الحبات تاعي اللي درتهم كريات، وزن كل كريه 25 غرام هكا، باه كل واحد كيما ياكل الحبه تاعو تاع الغريبيه يكملها، ومع هي تجي خفيفه وفيها واحد البنه ما شاء الله. وزدت وضعت لها الكاوكاو من فوق اللي كنت محمصته ورحيته هكا خشين باش يبقى لي فوق الحبات تاعي ويجيني واحد المنظر ما شاء الله. وكما متعوده تاني دائما اني نقول لكم بالنسبة للتزيين كل وحدة تزين بالطريقة اللي هي حبتها وبالإبداع اللي حابة أنها تديره. لهنا يا حبوباتي بالنسبة للطريقة تاع الطهي، الفرن تاعكم راح تشعلوه على درجة حرارة 150، تخليوه حتى يسخن مليح. بعد ما يسخن لكم راح تحطوا البلاطو اللي وضعتوا فيه الغريبية تاع اللبلابي تاعكم وتخليوه حتى يفوتوا عليه واحد 8 دقائق. واحد 8 دقائق راح تكون كافية انها تطيب لكم الغريبية تاع اللبلابي تاعكم، لكن كل وحدة والفرن تاعها. سما نتوما كيما تكمل 8 دقائق تفتحوا عليها شوية، لكن لقيتوها باللي طابت طفيوا عليها خليوها لتما حتى تعادل درجة الحرارة تاع الفرن مع الوسط الخارجي وتبرد لكم الغريبية تاعكم تماما باه تجبدوها من الفرن هكا باش ما تطيح لكمش وباش تبقى محافظة لكم على الشكل تاعها. هكا يا حباتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامة في فيديو اخر ان شاء الله. صحة فطوركم وصحة سحوركم وتهلاو في رواحكم.